بعد ما وحد صلاح الدين مصر ما كانش هدفه الحكم ولا السلطة، لأنه كان بيجهز لحاجة أكبر من كده بكتير. كان بيجهز حلم اسمه القدس. لكن الطريق للقدس ما كانش سهل. الشام كانت لسه تحت حكم أمراء متفرقين، كل واحد منهم شايف نفسه ملك. ونور الدين زنكي اللي كان رمز للوحدة توفى سنة 569 هجرية. ابن الأثير بيقول في الكامل في التاريخ: بموت نور الدين اضطربت الشام وتفرق أمرها وكادت الفتنة تعود كما كانت. وهنا بيظهر دور صلاح الدين، وبدل ما يدخل حرب أهلية اختار طريق الحكمة. بدأ باللين والمراسلات والصلح، لأنه كان عايز يوحد الأمة من غير ما تسيل نقطة دم واحدة بين المسلمين. دخل دمشق في الأول سنة 570 هجرية، واستقبلوا الناس بالترحاب، مش لأنه قائد جيش ولكن لأنه كان رمز أمل جديد بعد الفوضى. وبعد كده اتجه شمالا إلى حلب، المدينة اللي كانت تحت حكم أسرة نور الدين، لكن بحكمة وبصبر قدر يضمها من غير حرب كبيرة. ابن شداد اللي كان عايش معاه سنين كان بيقول إن صلاح الدين كان إذا قدر عفا وإذا ظفر أصلح، وكان يرى أن وحدة المسلمين أعظم من أي نصر عسكري. وفي الوقت اللي كان صلاح الدين بيوحد فيه الشام، بدأ الصليبيين يحاولوا يستغلوا الموقف ويهجموا على المدن الإسلامية في الشمال، لكن صلاح الدين كان بيتصدى ليهم مش بقوة السيف بس ولكن بقوة الإيمان. ابن كثير بيذكر في البداية والنهاية: جعل صلاح الدين الجهاد فريضة على نفسه وأتباعه، فكانوا لا يسمعون ببلد يعتدى عليه إلا سارعوا لنصرته. وفي سنة 583 هجرية بدأ صلاح الدين حملاته ضد حصون الصليبيين. كان بيضرب بسرعة ثم يختفي، كان بيربكهم بمعارك ذكية ويرجع للقلوب الإسلامية الإيمان بالنصر. وفي الوقت ده جمع مصر والشام واليمن تحت حكم راية واحدة، راية الإسلام، راية لا إله إلا الله. وبيحكي عماد الدين الأصفهاني في كتابه الفتح القدسي: لم يكن في بلاد الإسلام راية إلا وتحت لوائه، ولا قلب مؤمن إلا وفيه رجاء صلاح الدين. وفي فجر يوم من الأيام وقف صلاح الدين قدام جيشه وقال: الطريق إلى القدس قد بدأ، فاستعدوا فإن موعدنا هناك. وهنا بتبدأ الرحلة الأخيرة نحو المجد.